صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباحكم مشرق بنور الله. احنا قمنا بقى النهاردة كده الساعة 6 الصبح. صلينا. وشفنا كده اللي ورانا، وبعدين عجلنا بقى الفطير الجميل ده. عملنا فطير شرقي محشي باللحمة المفرومة، وعملنا كمان فطير مشلتت سادة بقى بالجبنة أو بالعسل. اول حاجه معايا كيلو من الدقيق. اهم حاجه يكون دقيق تعرفي العطار كده اللي انت هتجيبيه منه ان انا هعمل بيه فطير، لازم يكون نوع دقيق كويس. وبعد كده حوالي كوبايتين ميه كده نحط فيهم 3 معالق سكر كبار، ومعلقه ملح صغيره. بس كده، مش هنحط حاجه تانية. طبعا الدقيق معاكي لو احتاج ميه وانت بتعجني الفطير، العجينه لو احتاجت ميه هتحطي الميه كده شويه بشويه لحد ما العجينه هوريها لك وتلم معاكي. طبعا طرق نجاح الفطير: اول حاجه لازم يكون معاكي الفرن سخن جدا من فوق ومن تحت، وكمان نوع دقيق يكون نضيف، وكمان لازم الفطير يرتاح بعد ما تقطعيه يعني. هلم العجينه بقى وهرجع لكم. لميت العجينه، شايفين العجينه اهي زي الفل كده، تمام قوي. تعالوا اقول لكم بقى هنقسمها على كام كوره. كيلو دقيق هنقسمه على 4 كور. طبعا انا هعمل واحده محشيه هاخد منها كورتين، وهعمل 2 عاديين ساده خالص. لو انت عايزه تعمليهم ساده هيعملوا معاكي 4 فطيرات حلوين. هنكورهم كده 4 كور وهسيبهم بقى يرتاحوا براحتهم خالص. انت ممكن بقى لو انت ناويه تعملي فطير مثلا بكره تعجنيه وتكوريه كده من بالليل وتغطيه وتسيبيه تشتغلي فيه تاني يوم، هيبقى تحفه معاكي. كل ما الفطير بيرتاح كل ما بيبقى احلى واحلى واحلى. فيعني ده عامل اساسي من نجاح الفطير ان هو يرتاح معاكي كويس. انا خلاص عملت 4 كور اهو، وهخلص بقى اللي ورايا، هغطيهم كده واخلص اللي ورايا واخلص الشغل خالص واسيبهم يرتاحوا براحتهم خالص، يعني مش اقل من ساعتين. هدهن كده الوش زيت عشان العجينه ما تشققش منك، ولازم تغطيهم طبعا على الرخامه، ما تسيبهمش كده على ما طبعا يرتاحوا براحتهم بقى. على ما تخلصي اللي وراكي تغسلي المواعينك، تغسلي تظبطي حاجتك، سيبوهم بقى يرتاحوا. انا مغطيهم طبعا ورا على الرخامه وهسيبهم يرتاحوا خالص. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش لايك وشير لمطبخ بنت البلد، وتصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وما ننساش نكمل ال1000 مشترك. هخلص بقى الاطباق والحاجات اللي معايا دي بقى وخلاص. يعني على ما اخلص ان شاء الله اللي ورايا هيكون كده تمام وارتاح اوي. يعني انا كده كمان استعجلت عليه. انما انت لو انت ناويه تعملي قبلها بيوم، عجيني قبل ما تدخلي تنامي وكوريه كده وادخلي نامي وقومي اشتغلي فيه الصبح. بس طبعا لازم تدهنيه دهنه زيت من على الوش كده وتغطيه وتقومي تشتغلي فيه. وطبعا الفرن لو بارد مهما كان الدقيق نضيف الفطير هيطلع معاكي مش حلو، وهيبقى ناشف ومش هيتاكل. لازم عامل اساسي لازم يكون الفرن عندك شغال من فوق ومن تحت، ويكون سخن جدا جدا. يعني ما تدخليش الفطيره كده على نار هاديه ابدا. وطبعا نوع الدقيق زي ما قلت لك، حتى لو هتجيبي دقيق سايب من عند العطار قولي له فهميه ان انت هتعملي بيه فطير عشان يديكي فطير حلو. فطير حلو دقيق حلو كده ينفع للفطير. وكمان زي ما قلت لك تريحي الفطير العجينه بعد ما بتشكليها. وبس كده خلاص بقى. انا اهو خلاص قربت اخلص اهو، وظبطت كمان شوية حاجات كده على وشفت اللي ورايا كله، يعني على ما العجين يرتاح خالص. عايزه اقول لكم الفيديو ده انا مصوراه من فتره، بس بعد ما منتجته الكلام اتمسح. اهو معايا بقى زبدة على زيت او زبدة بس، او سمنة على زيت الموجود عندك. يعني سيحتهم كده وكورت طبعا 4 كور زي ما انتوا عارفين، وهصور لكم واحدة بس وانا بورقها، وهعمل ال3 نفس الحركة. يعني هورق ال3 الباقيين نفس الحركة، بس مش هصورها علشان مطولش الفيديو عليكم. دهنت طبعا دهنة زيت على الرخامة كده. الزيت والسمنة او الزيت والزبدة بيسهلوا الفرد معاكي. او لو عايزة تعملي بسمنة بس تمام مفيش مشكلة.
وهدهنها بقى من فوق كده، وهوريكم بقى ايه ان انت تعمليها ازاي، وهيبقى سهل معاكي. دهنيها من على الوش كده وفريدي بقى كده، يعني ايه عشان هي مرتاحه كويسه هتلاقيها اصلا بتجري معاكي كده على الرخامه. يعني هتلاقي اهم حاجه تورقيها حلو، هتلاقيها بتجري معاكي على الرخامه. وزي ما قلت لكم انا هصور لكم بس واحده وانا بورقها، وهعمل التلاته الباقيين نفس الحركه اللي انا بعملها دلوقتي دي، او نفس التوريقه اللي انا بعملها دلوقتي دي. هجيب بقى سكينه واقطعها من على الطروف كده، طبعا انا مش بوصل للنص، يعني من على الطروف بس، الطرف ده والطرف اللي قدامه. الطريقه دي سهله جدا وبتورق الفطير وبتخليه تحفه، احسن من بتاع بره بكتير قوي. وعايزه اقول لكم ده يعني اوفر من انت بتجيبيه بره. من انت بتجيبيه بره طبعا ما بيبقاش حلو كده. دهنت بقى دهنه زبده على زيت كده، او سمنه او المتاح عندك. انا هنا حاطه زبده على سمنه على زيت، سمنه بلدي طبعا. وكل ما هتورقي كده، وبنفس التطبيقه طبعا دي مش محتاجه بقى كلام، يعني هي باينه في الفيديو اهو. واخدها بقى ايه هكورها من تحت كده، وخلاص كده هي الفطيره خلصت معايا. هعمل التلاته التانيين نفس الحركه دي، وهرجع لكم تاني علشان ما اطولش عليكم يعني الفيديو. هسيبها بقى على الصينيه بتاعتها ترتاح تاني، دي يعني هي هترتاح اول مره بعد ما تعجن، ويرتاحوا تاني مره بعد ما تفرديهم كده. دي طبعا تاني واحدة ايه هشتغل فيها وورقها برضو، وهورق التانيين نفس النظام. جيت بقى خلاص خلصت اهو، وهسيبهم طبعا يرتاحوا بقى شوية، وبعد كده هفردهم بعد ما سبته طبعا. ولازم تغطيها قبل ايه وانتي بتريحيهم للمرة التانية. هفرد اول اتنين هعملهم سادة عاديين خالص، مش هحشيهم، وهوريكم الاتنين التانيين هعمل فيهم ايه. خلاص بعد ما فردتهم اهو اول اتنين، هدهنهم بقى من على الوش كده. وتدخلي بقى سخني الفرن بتاعك ودخلي الفطير على طول، وخدي بس بالك منه عشان ما يتحرقش منك، لانه ما بيغيبش اصلا في التسويه. تاني واحده بقى اهو، دي بقى اللي انا هعملها محشيه. جبت صينيه بقى اعمل واحده كده اللي هو الفطير الشرقي المحشي اللي احنا بنشتريه بمبلغ وقدره بره ده. هفرد اول حاجه كده، واول واحده في الصينيه، وهفرد التانية نفسها بالظبط كده. واقول لكم هعمل فيها ايه دلوقتي. انت ممكن بقى تحشي ايه، ده زيتون على فلفل كده على طماطم، وهحشي كمان لحمه مفرومه. انت ممكن تحشيه سجق، ممكن تحشيها تونه، ممكن تعمليها بالجبن بس كده، ممكن تحشيها جبنه قريش، براحتك خالص المتاح عندك اعملي. هنزل بقى بنص الحشوه كده، لان طبعا هعمل الحشوه من فوق الفطيره نفس اللي انا عملتها في نص الفطيره. تمام كده. عايزه اقول لكم كانت تحفه والله العظيم. طبعا التانية انا فردها نفس الحجم اللي فوق، هفردها اكمل بس فرد فيها كده. وطبعا زي ما قلت لكم انا مورقه الفطير ده كله في زي اول واحده انا عملتها بالظبط، بس عشان ما اطولش الفيديو ما جبتش بقيه الكور وعملتها. احط بقى الفطيره اللي انا عملتها التانية فوقها كده، وهضغط عليها من الجناب، هقفلها كويس. نسيت احط الجبنه الموتزاريلا، احط الجبنه الموتزاريلا الاول في النص، وهرجع هقفل على الفطيره كويس قوي من على الجناب. سهله جدا والله، يعني مفيهاش اي حاجه. هو المشكله بس في التاريخ بتاعه اللي بياخد وقت، عشان الفطير ينجح معاكي لازم يرتاح كويس. هقفلها من على الجناب بقى، واحط الحشو اللي انا حطيته في النص هحطه فوق، بس يعني بيبقى خفيف شويه مش كتير. طبعا انا كنت سويت الفطيرتين التانيين، وكنت هدخل بقى ايه الفطيره اللي هي المحشيه دي بعدهم. هحط بقى شويه زيت زيتون، شويه زيتون وشويه فلفل كده وشويه وحبه طماطم، وشويه من الحشو برضو اللحمه اللي انا عاملاه. هو عشان انتي مريحاه بيتفرد معاكي بكل سهوله. حطيت شويه اهو من الحشو اللي انا عاملاه ده، واحط شويه كمان جبنه كده على الوش، وبس كده. وهدخلها بقى الفرن. وعايزه اقول لكم كانت طعمها تحفه تحفه تحفه، احسن من الفطير اللي احنا بنشتريه بكتير. يلا بقى ندخلها الفرن. شايفين ما شاء الله لما طلع من الفرن عامل ازاي؟ بجد والله العظيم تحفه يا جماعه. هقطعها بقى كده وهي سخنه، يعني حاجه كده عظمه بقى. والساده طبعا هيتاكل بقى بعسل وجبنه وشوفوا بقى انتوا بتحبوا تاكلوه بايه. الفطير الشرقي ده طبعا يعني عايزه تعمليه في عشاء، عايزه تعمليه في غدا بقى، يعني سهل جدا والله. وممكن تعمليه بربع كيلو لحمه مفرومه، هتبقى غدوه يعني ايه تحفه.
شايفين ما شاء الله الفطير يلا كده وصلنا لنهاية الفيديو، ويا ريت تجربوا الطريقة دي. السلام عليكم.